إخوان والأخوات، السلام عليكم. فيديو جديد وحلقة جديدة من سلسلة التكوين الذاتي أو ما يسمى بالفرنسية لو ديفلوبمون بيرسونيل. في هذا الفيديو بإذن الله عز وجل غادي نشوفوا واحد التقنية غاية في الأهمية. للأسف بزاف الناس ما كيعرفوهاش. التقنية كتخليك أنك تعلم في واحد الظرف، في واحد الوقت قياسي تقنيات، كفاءات، لغات إلى آخره بسرعة وفي وقت قياسي، ولكن كتبغي المثابرة وشوية الصبر. خليكم معنا، ما تمشيوش بعيد، الخبر في راسكم. جزاكم الله عنا كل خير. لي لايك، اشتراكات، لي كومونتير، باش هاد المحتويات الهادفة تنتشر على نطاق واسع، لأن الالغوريثم ديال اليوتيوب الى حد ما معقد. الا ما كانوش لي لايك ولي كومونتير بزاف، راه ما كيبوستيش لي فيديو وما كيخليهمش للاسف يطلعوا على الناس اللي ما كيعرفوش القناه. ولكن كيفما اقتضى الحال، حنا الحمد لله غاديين في اطمئنان، كما كيقول واحد المثل ايطالي: كيفا بيانو بيانو اريبا لونتانو. كيقولوا المغاربه دقه دقه كيحمل الواد. شكرا بزاف على الدعم ديالكم. ما تمشيوش بعيد. بسم الله، على بركة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. كاين واحد المسألة في علم التواصل، في علم الكفاءات، ما يسمى لو بوفوار دو لا ريبيتيسيون، أي قوة الإعادة والتكرار، التكرار الممل. ولكن أنا نسطر على ذاك الممل، لأن ذاك الممل خصنا نردوه نوع من الاستمتاع، لأن كل ما تمتعتي بالشيء فالعقل ديالك كيستوعبو، كيستقبلو وكيبغيه ويعشقه، وبالتالي كيستقر وكيولي محفظ داخل لا ميموار، أي الذاكرة ديال العقل ديالك. كيف ذلك؟ كنديروا ما يسمى بلوتو ديسيبلين. فيها جوج الحوايج. الجانب الاول هو ان كنديروا ما يسمى ان جيستيون دو طون، اي واحد التدبير زمني، اي واحد لو تايمينغ، واحد التوقيت باش كنبداو نخدموا هذيك العمليه. مثلا انا باغي نوض نبدا نحفظ القران باذن الله عز وجل، كنصلي الفجر مع السبع، انا كنفيقس مع 6 ولا مع 5:30 باش كنبدا كنشتغل على ديك الكفاءه، مثلا في الحاسوب او لغه او حفظ القران الى اخره. علاش؟ لانني كنبدا نولف العقل ديالي انه كيبدا كيشتغل على انه كيتبروغراما بانه غادي يبدا يفيق مع 6، باش عنده ما بين 6 حتى 7 الا ربع عنده واحد الخدمه خصو يديرها، اي انه كيبدا يتمرن على واحد اللغه او على واحد الكفاءه او على واحد التقنيه او على حفظ القران. باش كنحبس في 7 الا ربع باش كنبدا كنتهيأ للصلاه. هذا كتسمى لوتو ديسيبلين. وفيها واحد الجانب اخر، هو انني كل ما انني انا خدمت هذيك المساله يوميا في نفس التوقيت، الدماغ ديالي كما قلت كيولي كيخلق نوع من المتعه مع داك الشيء، اي انه ما كيبقاش ان كورفي، اي واحد المساله اللي هي فيها واحد التماره، بالعكس كتولي فيها واحد المتعه، لان العقل كل ما ولفتيه درتي ليه بروغراماسيون على واحد المساله يوميا يوميا يوميا، كيستوعبها، كيستقبلها، وكتستقر عنده، وكتولي عنده فيها واحد انسيغتان فلويديتي، اي فيها واحد السيوله، وبالتالي التعلم كيولي ساهل. وهذيك المساله كتولي مع المده كتستقر في الدماغ وكتحفظ وكتدخل كما كيقولوا في لا ميموار ديال الدماغ ديالك، وكتولي مكتسبه. الحاجه الثانيه اللي داخله في هاد لوتو ديسيبلين، ديجا نشرح لكم اوتو ديسيبلين اش كتعني. اوتو يعني عندها علاقه مع شخصك، ديسيبلين منهجيه او بيداغوجيه، اي انك كتخلق واحد منهجيه وواحد بيداغوجيه عندها علاقه مع شخصك، اي عندها علاقه مع الطاقه الذهنيه ديالك، النفسيه، البدنيه، وكذلك مع الترتيبات الزمنيه، اي ما يسمى بلا جيستيون الوقت، اي الترتيب، اي التدبير الزمني ديال الحياه ديالك، باش يمكن لك تنجح في هاد لوتو ديسيبلين. دونك الحاجه الثانيه هو انك انت كتولي كتهضر مع شخصك، مع نفسك، اي انت كتخدم مع نفسك. علاش؟ لان بعض الخطرات ما كيكونش معنا شي حد يمكن لينا نبارطاجيو معاه، اي اننا نخدموا معاه داكشي اللي حنا بغينا نخدمو. مثلا حفظتي قران بغيتي تعرضو، غتعرضو على راسك بصوت مرتفع،
كتخدم شي لغه ما لقيتيش مع من تهضر، غادي تهضر مع راسك. وانا نعطيكم واحد التقنيه رائعه جدا، هو انك تصور راسك من تكون مثلا كتهضر باش تشوف الاخطاء اللي انت كدير، وتهضر بصوت مرتفع. غادي تسول شي سؤال، غادي تخيل راسك بحال كتهضر مع شي واحد، ولكن انت كتهضر مع نفسك، كتسول راسك وكتجاوب راسك بصوت مرتفع. كنأكد وكنسطر على صوت مرتفع. هذا هو الجانب الثاني في لوتو ديسيبلين. دونك كاينين جوج الحوايج، واننا كنخدموا هذيك المساله يوميا 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 حتى كنوليو خارجين من الملل الى المتعه بداك الشيء. ثاني حاجه اننا كنخدموها مع نفسنا في حاله ما توفرش لنا شي شخص اللي نخدموا معاه. مثلا كتخدم في الحاسوب، ما كتلقاش الحل ديال واحد المساله، كتقلب عليها، كتشوف كيفاش كتخدم في لي ريزو سوسيو. على سبيل المثال انا كنعطي امثله بيف، وانت مي تبدا كتبغي تستوعبها ولا كتبغي تكتسبها، تبدا تهضر مع نفسك وبدا تسول راسك وبدا تجاوب، تسول بصوت عالي وتجاوب بصوت عالي. وبعد الخطره دير مثلا التليفون ديالك وصور راسك وشوف راسك كيفاش كدير. علاش؟ لانك غادي تشوف جوج الحوايج عاوتاني مهمين واللي كيخليوك انك كتبدا كتجير الشخص ديالك، لان العقل ديالك كيبدا كيستوعب حتى الشخص ديالك والطريقه ديال التفاعل ديالك مع داك الشيء اللي انك انت باغي تكتسبه. هو انك كتبدا تشوف لغه اللسان، اي ما يسمى بلو لينغويستيك. انت كيفاش كتهضر، كيفاش كتسول، وكيفاش كتجاوب راسك، وكتشوف لغه الجسد. بحال مثلا دابا انا ملي كنهضر معكم راني كنهضر باللسان ديالي، وفي نفس الوقت كنهضر بالجسد ديالي بطريقه عفويه، لان الانسان يتكلم لغويا ويتكلم جسديا. ديروا هذا الشيء وردوا عليا. السلام عليكم.